أي أحد يقول لك أنا أستوعب تماما ولا يؤرق ضميري ومرتاح ولا يرتاح إلا لهذا الاعتقاد وهذا الفهم أن معظم هؤلاء الخلق في نار جهنم يوم القيامة خالدين مخلدين، سيحشرون إليها ويتدهورون فيها، خالدين مخلدين معظم الخلق. هذا يؤمن بإله سادي، هذا يؤمن بفلسفة للدين على أن الدين شرك فخ أيها الإخوة نقع فيه ونتدهور في جهنم إلى أبد الآبدين. هيك الدين، حاشا لله. كما قلنا هذا يتناقض مع أولوية الرحمة لله، يتناقض مع ما يفعل الله بعذابه، يتناقض مع حقيقة أن الله، وأستغفر الله اللهم غفرا يعني، لكن للتقريب بتقريب المعنى أيها الإخوة، تقريبا لا أحب أن أقول يتملقون، الأنبياء يتملقوننا وحق لهم يا أخواني، سأقول لماذا، لكن الله يتحبب إلينا، يتلطف بنا، وكما قلت لكم غير مرة، ولذلك هو لا يكتفي بإصدار أوامر ونواهٍ، لا أبدا، إنما يضرب الأمثال، يحكي الحكاية، يقص القصص، لا إله إلا هو، يأتي بالترغيب، وإلى جانب الترغيب الترهيب والوعد ليش هذا كله؟ من أجل ماذا هذا؟ ملك مسلط لا يفعل هذا، ملك مسلط لا يفعل هذا، مدير مسلط في إدارته والله لا يفعل هذا، يعطي أوامر وينهى عن نواهٍ، من التزم فهو ذاك، وإلا مباشرة طرد وعوقب، أليس كذلك؟ ويترصد لك. لكن الله مالك الملك لا إله إلا هو يفعل هذا. لماذا يفعل هذا؟ لأنه حريص الحرص كله على أن تسعد وأن تهنأ في الدنيا والآخرة. لكن أنت لا تريد أن تفهم هذا، تريد أن تصور على أنه كما قلت لك يترصدنا لكي يوقع بنا. حاشا لله، هذا إلحاد في الله، هذا إلحاد، هذا خلق صورة مزيفة لله، هذا الإلحاد، هذا معنى الإلحاد، خلق صورة مزيفة.